السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أبطال دفعة تانية ثانوي. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة إن شاء الله فيديو بسيط ولكنه ممتع للغاية. طبعا يعتبر فيديو تكملة الإخراج في النبات. شرحنا الحمد لله الإخراج في النبات بالتفصيل، وعرفنا الفرق ما بين كلمة نتح وكلمة إدماع، ودرسنا يا دفعتنا يا أبطال إن النتح في منه 3 أنواع: نتح كيوتيني، نتح عديسي، نتح ثغري. وقلت لك ان كلمه نتح معناها فقد الماء على هيئه بخار. فلما اقول لك نتح كيوتيني قول لي يعني فقد الماء على هيئه بخار من خلال الكيوتين. ولما اقول لك نتح عديسي قول لي يعني فقد الماء على هيئه بخار من خلال العديسات. ولما اقول لك نتح ثغري قول لي يعني فقد الماء على هيئه بخار من خلال الصغور. الاهم ان معظم الميه بنسبه اكتر من 90% كان بيتم فقدها عن طريق النتح الثغري. وما تنساش ان 5% فقط كان بيتم فقدهم في عمليات النتح الكيوتيني. يبقى النتح العديسي 5 ولا اقل من 5؟ رد يلا. يبقى فعلا اقل من 5. عشان كده الكتاب كتب ان اقل نسبة فقد المية كانت بتحصل في النتح مين؟ العديسي. النهارده بقى جايين نتكلم مع بعض النتح ده، فقد الماء ده على هيئة بخار، هل مهم يا ولاد؟ ده في غاية الأهمية. سمي الله وصلي على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ محاضرتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ما نتكلم عن أهمية النتح زي ما أنت شايف في السبورة، تعالى ناخد نبذة يا دكتور عن كلمة الخلية النباتية. يعني إيه كلمة خلية نباتية؟ هرجع بيك بالذكريات القديمة المريرة. اتكلمنا عن الخلية النباتية قبل كده وقلت إن الخلية النباتية من بره عندها مركب بيحميها، كنا بنسميه الجدار الخلوي. يبقى اللي موجود من بره ده يا ولاه بيقولوا عليها الجدار الخلوي. وكان من جوه فيه غشاء انا راسمه لك بالقلم الازرق، وده كان عباره عن غشاء مثقب، يعني به مجموعه من الثقوب، عشان كان عنده خاصيه اسمها النفاذيه الاختياريه، كنا بنسميه الغشاء البلازمي. واي خليه عشان تعيش في الدنيا لازم يبقى عندها دي ان ايه، ومين فينا ما عندوش دي ان ايه؟ فيبقى عندها نواه وشويه ميه عايمه انا منقطها لك كان اسمها سيتوبلازم. يبقى الخليه عندها نواه وعندها سيتوبلازم. طبعا الكيس ده كان بيخزن الفضلات، كان اسمه الفجوه العصاريه. حلو قوي. يبقى لما اقول لك الخليه النباتيه قلب بتتكون من ايه؟ قول معايا يلا. جدار خلوي، غشاء بلازمي، نواه وسيتوبلازم. كمان مره، جدار خلوي، غشاء بلازمي، نواه وسيتوبلازم. تسمح لي بدل ما نقول غشاء بلازمي ونواه وسيتوبلازم ما تيجي نجمع ال3 دول؟ يعني الغشاء البلازمي والنواه والسيتوبلازم، الغشاء البلازمي والنواه والسيتوبلازم، تعالوا نجمعهم في كلمه واحده ونكتب كده البروتوبلاست. يبقى لما اقول لك يا دكتور يعني ايه بروتوبلاست؟ قول لي البروتوبلاست بدل ما اقول نواه وسيتوبلازم وغشاء تعالى نكتب بروتوبلاست. يبقى البروتوبلاست عباره عن الغشاء البلازمي والنواه والسيتوبلازم، ده اسمه بروتوبلاست. دكتور هو الغشاء البلازمي مهم؟ يا ابني ده نفاذيه اختياريه، من غيره الخليه تموت. طب النواه مهمه؟ طبعا يا ابني ده فيها الدي ان ايه، من غيرها النبات يموت. طب يا دكتور السيتوبلازم مهم؟ ده احنا خدنا في اولى ثانوي ان السيتوبلازم يختص بنقل الغذاء وحيويه الخليه، يعني السيتوبلازم لو مش موجود او حصل له مشكله الخليه تموت. يعني البروتوبلاست لازم لحياه النباتات، من غير البروتوبلاست ستموت الخليه. دكتور محمد هو مين البروتوبلاست؟ بقى انت كفت. لا، البروتوبلاست 3 حاجات: نواه وسيتوبلازم وغشاء بلازمي. كمان مره، نواه وسيتوبلازم وغشاء بلازمي. ما تيجوا نخش في الموضوع. ما هي اهميه النتح؟ هو ليه النبات بيعمل نتح؟ دكتور محمد كلمه نتح معناها فقد الماء على هيئه بخار. فقد الماء على هيئه بخار. ايه ده بخار؟ زي ما حضرتك بتعرق. هو انت بتعرق ليه؟ حضرتك بتعرق عشان تخفض درجه الحراره. الميه اللي انت بتفقدها دي وظيفه العرق خفض درجه حراره الجسم. اهو برضو النبات بيفقد ميه وزيه زيك يالا، ما هو كائن حي. فبرضو وظيفه النتح فقد ميه، يعني خفض درجه الحراره. فلما اقول لك ما هي اهميه النتح ابدا معايا وسمي الله. بسم الله. رقم 1 خفض درجه حراره النبات. واحد يقول لي يا دكتور طب ثانيه، هو احنا عايزين نخفض درجه حراره النبات ليه؟ بص يا معلم، دي خليه نباتيه وادي الشمس اهو.
ش شمس. طبعا النبات بينزل عليه ضوء اهو من الشمس بالشكل ده عشان عمليه البناء الضوئي. يعني الطاقه الضوئيه مفيده. بس خلي بالك بقى، لو الشمس فضلت موجوده فوق راس النبات 24 ساعه كده ما بقتش طاقه ضوئيه، الضوء بقى حراره، ولو زادت درجه الحراره اسمع سيؤدي هذا الى قتل النواه والسيتوبلازم والغشاء بين قوسين البروتوبلاست. يا دي النيله، واذا مات البروتوبلاست ماتت الخليه. فكان لازم النبات يعمل عمليه نتح لخفض درجه الحراره للحفاظ على النواه والسيتوبلازم والغشاء البلازمي بين قوسين البروتوبلاست. يبقى خلي بالك الكتاب كتب اول اهميه اهو خفض درجه حراره النبات. بص يلا بص اهو للحفاظ علل قول له للحفاظ على حيويه البروتوبلاست. ويجي واحد كفته بقى يقول لي مين البروتوبلاست؟ يا عم الحاج ارحمني بقى. البروتوبلاست ده النواه والسيتوبلازم والغشاء البلازمي. يبقى النواه مع السيتوبلازم مع الغشاء البلازمي الثلاثه دول يا ابطال بنقول عليهم البروتوبلاست. بنقول عليهم مين؟ البروتوبلاست. وكده خلصنا اول اهميه على فكره. يبقى لما اقول لك يا دكتور النتح ده مهم قول لي النبات بيفقد ميه ليه؟ عشان يخفض درجه الحراره، زي ما انا بفقد عرق ليه؟ عشان اخفض درجه الحراره. واحد يقول له طب انا عايز اخفضها ليه؟ عشان احافظ على النواه والسيتوبلازم والغشاء البلازمي بين قوسين البروتوبلاست. لان لو زادت درجه الحراره سيؤدي هذا الى قتل النواه والسيتوبلازم والغشاء البلازمي. طب لما نطلع ثانويه عامه اقول لك ايه؟ تخيل لو معايا خليه وحطيتها في مكان فيه ميه مغليه. سيبك من الميه، المهم انها مغليه. يعني درجه حرارتها 100. تخيل جبت نبات حطيته في درجه حراره 100 سيؤدي هذا الى قتل النواه والسيتوبلازم والغشاء البلازمي. اتاسس معايا عشان ثانويه عامه. يا اخي ابوس ركبك يا اخي يا ابني اتاسس معايا. يبقى نقدر نقول انا عايز احافظ على البروتوبلاست واكتب عليها كده جمله مهمه جدا بتيجي اختياري مكرره في جميع الامتحانات اللي هي البروتوبلاست دي اول اهميه. طب ايه بقى الاهميه رقم 2؟ قال لك بص اهميه النتح يساعد في صعود العصاره. وتعالى بقى نفهم بقى ايه قصه صعود العصاره دي يا دكتور. ازاي النتح بيساعد في صعود العصاره؟ واحده واحده بقى وركز بقى معايا في اللي انا اقوله عشان الكلام ده خطير جدا جدا جدا. اولا ادي يا عم سطح التربه اهو. قال معايا كده ده كده اسمه سطح التربه. ده كده ايه؟ سطح التربه. هو انا لما اجي اسقي نبات ميه بكب الميه فين؟ في التربه. حلو. يعني انت عايز تقول ان الرمز ده يعبر عن الميه؟ الميه تحت الارض وتحت التربه اهو. يبقى هنا في ميه كتير. كلام جميل. هل هنا في ميه؟ هل النبات جاله ميه؟ لسه. بعدين يلا نكمل. ادي الجذر وكان طالع من الجذور شعيرات اهي. خدناها الترم الاول. حد فاكر اسمها ايه؟ ربنا يبارك لك. ايوه يا ابني ممتاز برافو. اسمها الشعيره الجذريه. قول معايا يا حبيب بابا ربنا يبارك لك يا رب. يبقى دي اسمها شعيره جذريه. دي اللي بتشفط الميه. دي الشفاطه اللي بتشفط الميه. كلام جميل. واحده واحده. ادي الساق. الساق ده بدل ما نقول ساق ما تيجي نسميه اسم تاني اسهل. هنقول عليه اوعيه وقصيبات الخشب. يبقى بدل ما تقول ساق معلش سين بيني وبينك هي اوعيه وقصيبات الخشب، لان الساق جواه اوعيه وقصيبات في الخشب. حلو. وبعدين هتقول لي ماشي يا دكتوره كلام جميل كلام روعه. دي اسمها ايه؟ ورقه. حلو انها ورقه، بس ممكن بدل ما اكتب ورقه كانت الورقه دي بتتكون من نسيج. خدناه الترم الاول اسمه النسيج المتوسط الميزوفيلي. اسمه النسيج المتوسط الايه؟ الميزوفيلي. انا اهم حاجه عندي تكون فاهم الرسمه دي. الرسمه دي من الاول. ده سطح التربه. ده جذر. الجذر طالع منه شفاطه اسمها الشعيره الجذريه دي اللي بتشفط الميه. حلو. ده ساق بس بلاش كلمه ساق. خلينا احبك ونسميها اوعيه وقصيبات الخشب. هي دي ورقه هي ورقه بس بلاش كلمه ورقه. ما تيجي نسميها النسيج المتوسط الميزوفيلي. واحده واحده بقى. ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور انا شايف ان هنا في ميه كتير. وبصراحه ربنا بقى شايف ان هنا الميه قليله جدا.
هنا الميه كتير وهنا الميه قليله. ولا الترم الاول مش بيفكرك بحاجه؟ ان لو المكان هنا فيه ميه كتير وهنا فيه ميه قليله ستنتقل المياه من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل بخاصيه تسمى الخاصيه الاسموزيه. وده الحدث الاول. ابتدت الميه يا ولاد تتنقل من المكان اللي تركيزه عالي للمكان اللي تركيزه قليل. حلو، يعني مع مرور الوقت هنا الميه تركيزها ايه؟ هتقول لي الميه زادت، الميه اتنقلت بالخاصيه الايه يا معلم؟ الاسموزيه. طب بعد ما الميه تتنقل هنرسم الميه بالقلم الازرق. مين خدها؟ يلا، الشعيره الجذريه هتشفط الميه اهو، الشعيره الجذريه هتشفط الميه، الشعيره الجذريه هتشفط الميه وتوديها على الجذور. توديها على مين؟ الجذور. يبقى رقم واحد اهو، يتم نقل الماء الى الشعيره الجذريه. كمل بالخاصيه الاسموزيه. طب الشعيره الجذريه هتودي على مين؟ الجذور. بعد اتنين اهو، من الشعيره الجذريه الى الجذور. كمل يا برنس، كمل يا برنس. طب الجذر هيودي الميه على فين؟ المفروض ان الميه طالعه فوق اهو، طالعه لفوق اهو، طالعه لفوق اهو، الميه طالعه لفوق. وقعد يقول له دكتور الميه طالعه عكس الجاذبيه. اقول لك هشرح دلوقتي بس اتقل. هي الحته اللي انا بشاور عليها والميه طالعه فيها اسمها ايه؟ ما تقولش ساق، قول ايه؟ اوعيه وقصيبات الخشب. يبقى من الجذور هنخش على رقم 3 اهو، اوعيه وقصيبات الخشب. طب من اوعيه وقصيبات الخشب الميه رايحه فين؟ على الورقه. اوعى تقول ورقه يلا يا كفته، قول ايه بقى؟ متوسط ميزوفيلي. واحد يقول لي كلام جميل، انت بتطلع الميه والحته اللي تقابلك تقول اسمها. يا عم يلا، الميه اتنقلت بالخاصيه الاسموزيه، راحت على الشعيره الجذريه. يلا، الشعيره الجذريه ودت على الجذر، والجذر ود على الساق. يلا يا كفته، اسمها ايه؟ اوعيه وقصيبات الخشب. من اوعيه وقصيبات الخشب رحنا على الورقه. يا حمار قول ركز يالا، مش اسمها ورقه، اسمها ايه؟ نسيج متوسط ميزوفيلي. واحد يقول لي ماشي كلام جميل قوي، وانت بصراحه حلو ورسمتك حلوه وفهمتني، بس ازاي الميه بتتحرك من تحت لفوق عكس الجاذبيه؟ يا عم بتقول حاجه منطقيه. هو في حاجه بتشد الميه؟ يعني الميه تحت، ايه اللي طلعها فوق؟ في حاجه بتشدها؟ هقول لك في حاجه بتشد الميه. فهمني بقى، فهمني، هفهمك. بص يا برنس، انا هشرح الرسمه دي. بص كده الورقه الجميله دي، دي ورقه اهي. الورقه دي كان فيها ميه وفيها ملح. معلش عشان انا سرحت، هو الدرس عنوانه ايه؟ مش النتح؟ كلمه نتح يعني ايه؟ فقد الماء على هيئه بخار. حلو، يعني انت قلت بلسانك فقد الماء. فالنبات لما يعمل نتح هيفقد الميه يا ولاد. رد عليا، الميه لو قلت مين يزيد؟ الملح. واخوك اتش بيقول لك قاعده في ثانويه عامه، الملح بيشد الميه عليه. الملح بيشد الميه، يعني المكان اللي فيه ملح كتير بص 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 اهو هيشد الميه، هيشد الميه، هيشد الميه، فتتحرك المياه عكس الجاذبيه. والله العاده من الاول، من الاول اهو. ثانيه واحده. يلا يا عم، ان شاء الله ما حد حوش معلومات. يلا ركز معايا. ادي ورقه جميل، الورقه كان فيها ميه وفيها ملح. يلا يا ولاد، النبات عمل نتح. كلمه نتح معناها فقد الميه. لما فقدت الميه مين زاد؟ الملح، والملح بيشد الميه. عارف الكتاب كتب ايه؟ كتب ايه؟ اثناء النتح في الورقه طبعا يزداد تركيز. يلا يا ولاد، لو انا فقدت ميه يبقى مين؟ الملح. المفروض يكتب يزداد تركيز الملح. اما الكتاب كاتب ايه؟ يزداد تركيز العصاره. اكتب يا عم الحاج كلمه عصاره هي املاح. فيزداد قوى الشد وجذب الماء. وكده انا فهمتك ان النتح مهم في حاجتين. واحد، انه يخفض درجه الحراره للحفاظ على البروتوبلاست. قول لي كده مين البروتوبلاست؟ قول انا سامعك. نواه، سيتوبلازم، وغشاء بلازمي. رقم 2، يساعد في صعود العصاره. واهم حاجه الترتيب. قول معايا: شعيره جذريه، جذور، اوعيه وخصيبات الخشب، متوسط ميزوفيلي. لو فقدت ميه الملح يزيد، والملح بيشد الميه عكس الجاذبيه. دمتم بخير. معانا الاحياء غير. كان معاكم اخوكم دكتور محمد هشام، احلى دفعه في الدنيا، ابطال دفعه تانية ثانوي. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.